مفيش احلى من انك تبقى اهلاوي صاحي الصبح كده واخد الدوري وكسبان الزمالك 4 وماشي مبسوط حبيبي صباح الفل وماشي وماشي مبسوط كده ومروق. يا باشا انت بطل. قادر افهم انك متورط في تشجيع نادي تحت شعار هكذا وجدنا اباءنا، حتى لو بيتغلب وبيتكلم اكتر ما بيلعب فده نادي انت بتشجعه وربنا بقى يعافيك من الموضوع ده. تمام كده يا عم قول تمام، لكن اللي بجد مش قادر افهمه ليه تورط نفسك في هزايم انت مالكش فيها؟ هي الحياه اثرت معاك في حاجه عشان تجيب ناس يخسروا فينكدوا عليك؟ مش بس كده، ده كمان لما الفريق المنافس بيكسب انت بتزعل اكتر. طب انت كان عليك من ده بايه؟ على فكره الموضوع ده بجد انا مش بهزر والله، دي رساله لكل اب بيخلي عياله يشجعوا الزمالك. ربنا هيحاسبك على النكد اللي هيعيشه عيالك بسبب انك فاهم خطأ ان الزمالك اعظم نادي في الكون. اديله مطلق الحريه انه يختار، ما خلوش مجبر زيك ويطلع كشري زيك. ايه يا عم مالك انت مكشر كده ليه؟ لا الزمالك خسر. خد قرار يفرح بيه طول عمره، يكسب دوري يفرح، يكسب افريقيا يفرح، يشارك في كاس العالم للانديه ويخسر يفرح برضه. هو مش خسران من بني عبيد، خليه يحلم بالكتير، يقابل مانشستر سيتي يكسب يخسر مش مهم، المهم يبقى مبسوط. ما يبقاش كل همه انه يطلع من الاربعه الاوائل في الدوري عشان يشارك في الكونفدراليه. عالجه بدري من الضغط والنكد والقرف اللي انت عايش فيه، ولو انا غلطان قول لي انت غلطان، بس ما تقوليش بقى انا بحب الزمالك عشان بحبه ومش عشان بطولات. انت ربنا يشفيك بقى. انا بحب الاهلي مش عشان بطولات، هو يكسب شويه يخسر شويه مش مشكله، المهم انه في الاخر بيجبر بخاطره. هل انت المعادله دي متحققه معاك؟ انت في الاخر النادي الزمالك بيجبر بخاطرك؟ سيب الواد او البت يختاروا هم عايزين ايه. اذا حبوا الزمالك يبقى قضى ربنا ونفذ، لكن اذا شجعوا اي فرقه تانية يبقى هم احرار، ما تحكمش عليهم. سلام.